احتضنت ولاية إن صالح فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية في نسخته الأولى تحت شعار فلسطين بعيون فنان. الصالون الذي شهد مشاركة فعالة لفنانين وفنانات من 11 ولاية يعد فرصة لتلاقي الأفكار والاحتكاك بين المشاركين وإبراز مختلف الأعمال الفنية. أحمد بن مسعود. وراء كل صورة حكاية، تشكلت الألوان مع بعض لترويها، فتنوعت الأفكار والمواضيع التي جسدت بأنامل فنانين وفنانات أكاديميين وعصاميين جاءوا من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية في نسخته الأولى تحت شعار فلسطين بعيون فنان. طبعا شفت أعمال فنية كثيرة عجبتني. الافتتاح كان بسيط ومميز وفيه كثير من اللمسات، خاصة المكان هذا اللي يحكي مراحل تاريخية. الحرب في غزة، الحرب اللي سموها سمى كاع العالم باللي حرب القذرة التي استهدفت النساء والأطفال والشيوخ. يعني تلاقى بزاف مشاركين من منطقة الجنوب هكا يحسك بالألوان نتاعهم وبالثقافة نتاعهم وبالرموز نتاعهم. هذا العمل معبر عن القضية الفلسطينية، معنون فلسطين حرة عربية. حاولنا أن نخرجوا بالفن للطبيعة والحياة كما قلنا البسيطة، البيئة اللي عايشين فيها صحراوية. الفنانين اللي جاونا من جميع قطر الوطن عجبهم الحالة. جمالية المكان الطيني الذي أقيم فيه الصالون يروي ألف حكاية وحكاية يعود إلى حقبة استعمارية ماضية. لوحاتهم الفنية زوجت بين الهوية، الجمال والفن، ثلاثية تعكس روح التميز والفن الراقي بأدق تفاصيله. هذه الطبعة كانت بمشاركة وطنية واسعة، حيث أحصينا العديد من الولايات. هناك 11 ولاية، سواء من غربها أو شرقها أو جنوبها. أيضا هذه التظاهرة أو هذا الصالون بالأحرى، حيث يكون هناك إبراز العديد من الأعمال الفنية. ويبقى الفن التشكيلي من أهم الفنون التعبيرية التي يلجأ إليه العديد من الموهوبين لإبراز طاقاتهم وترجمة كل ما يختلج في وجدانهم في أطباق فنية راقية.